Hallo alle zusammen, wie geht's euch? Heute werden wir über sehr wichtiges Thema sprechen, und zwar trennbare Verben und nicht trennbare Verben. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة. النهاردة نتكلم عن موضوع أو درس مهم جدا في الاستخدام اللغوي، وهو الأفعال القابلة للانفصال أو الأفعال الغير قابلة للانفصال. يعني هنتكلم عن الاتنين. هنتكلم في الأول عن الأفعال القابلة للانفصال، وبعد كده الأفعال الغير قابلة للانفصال. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass es viele Verben gibt, die zusammengesetzt oder komplex sind. Besser gesagt, Verben, die eine hinzufügende Silbe oder mehr haben. ايه معنى الكلام ده؟ ايه معنى ان في حاجة اسمها افعال قابلة او غير قابلة للانفصال؟ ده معناه ان في افعال كتيرة بتكون مركبة او معقدة. برضو يعني ايه؟ يعني بتكون مضاف عليها مقطع او اكتر وبيديها معنى تاني خالص. Zum Beispiel على سبيل المثال kaufen، الفعل بمعنى يشتري kaufen. لما بنضيف عليه مقطع زي ein فتبقى einkaufen بيديه معنى تاني خالص وهو يتسوق. يبقى kaufen حطينا له ein في الأول فبقى einkaufen، تحول معناه من يشتري ليتسوق. دلوقتي تعالوا نشوف الفروق وطريقة الاستخدام في الجملة بشكل مفصل أكتر. Seid ihr bereit? Lasst uns anfangen. Nummer 1: trennbare Verben، الأفعال القابلة للانفصال. هنتكلم أول حاجة على الأفعال اللي بتنفصل. Also sind Verben, die immer Vorsilben haben und diese Vorsilben geben dem Verb eine neue Bedeutung. ده تعريفها، فبيقول هي الأفعال التي دائما يكون في بدايتها مقطع إضافي، وهذه المقاطع الأولية تعطي الفعل معنى جديد تماما. يبقى دلوقتي عندنا معادلة، ايه هي؟ ان trennbares Verb يعني الأفعال المنفصلة دي بتتكون من ايه؟ من Vorsilbe يعني مقطع بلس verb، نجيب verb عادي كده ونحط له مقطع، كده بقى عندنا فعل منفصل. Welche Silben können vom Verb getrennt werden؟ يعني ما هي المقاطع التي يمكن أن تنفصل عن الفعل؟ ده أول سؤال عندنا. طب ايه معنى السؤال؟ معنى السؤال ان في مقاطع معينة بذاتها لازم نحفظها ونكون عارفينها كويس، ونكون عارفين ان هي دي لما نشوفها بنعرف ان الفعل ده هيكون منفصل وهيكون ليه استخدام خاص في الجملة. يبقى في مقاطع هحفظها ولما اشوفها في بداية الفعل هعرف ان ده فعل منفصل. ايه هي المقاطع دي؟ ein، mit، ab، zu، an، auf، aus، fest، fern، los، vor، zurück، zusammen، bei، hin، her، nach، weg und دلوقتي في ملحوظات مهمة جدا لازم نقولها عن المقاطع دي. اولا هما كتير جدا، وساعات كمان بيبقى فيه اكتر من كده، بس دول هما الاكثر استخداما وانتشارا على الاطلاق. طب احفظ ازاي كل ده؟ ده سؤال مهم بس اجابته بمنتهى البساطة، اننا لازم نحفظهم او نحفظ المقاطع التي لا تنفصل دي. يعني دي مقاطع تنفصل، فاحنا ممكن نحفظ المقاطع التي لا تنفصل واللي هناخدها بعد شوية، لانهم اقل بكتير جدا، واي حاجة عكسهم بتبقى بقى تنفصل. يبقى دول مقاطع كتير قدامنا، ففي مقاطع تانية هناخدها دي المقاطع التي لا تنفصل، هنحفظهم
وأي حاجة عكسهم هتبقى بتنفصل. ثانيا، مع كثرة الاستخدام والتقدم في مستويات اللغة بتعتاد العين عليهم جدا، تقدروا تكتسبوا مهارة تعرفوا بيها هما من المقاطع اللي بتنفصل ولا لأ. يعني الأفعال هتتكرر كتير جدا مع الوقت لدرجة مش هتبقوا محتاجين أصلا تفكروا ده بينفصل أو لأ. تاني ملحوظة وهي اللي هتساعدكم جدا تعرفوا برضه هم منفصلين أو لأ، هي إن معظم المقاطع المنفصلة وكثيرة الاستخدام جدا جدا زي ein, mit, ab und zu دول في أصلهم حروف جر أو أدوات مثلا. طب تعالوا نتأكد أكتر. Nummer 1. Ein. Das ist unbestimmter Artikel wie ein Ball. ein ده أداة نكرة، زي مثلا لما نقول ein Ball يعني كرة، فein ده Artikel أداة. Nummer 2. Mit. Das ist Präposition wie ich gehe dort mit meiner Mutter. ده حرف جر، mit حرف جر، زي لما أقول أنا ذاهب هناك mit meiner Mutter مع أمي. Nummer 3. Ab. Das ist auch Präposition wie der Urlaub beginnt ab morgen. Der Urlaub beginnt ab morgen ده كمان حرف جر، ab حرف جر وده بمعنى بدءا من. مثلا der Urlaub الأجازة beginnt تبدأ ab morgen بدءا من غدا، يعني الأجازة هتبتدي من بكرة. يبقى معظمه بيكون article زي ein أو بيكون Präposition زي mit و ab. طيب تالت ملحوظة مهمة إننا نبقى عارفين وواخدين بعين الاعتبار فكرة إن بعضهم ساعات ممكن يجي منفصل أو غير منفصل، بس مش كتير ده بيحصل. بس لازم نكون عارفين إن ممكن نشوف بعضهم في تكستات أو كتب منفصلين أو غير منفصلين، ومن أشهرهم في الحالة دي باي. يعني دول دلوقتي مقاطع دايما بتنفصل عن الفعل، بس أحيانا بيكون في استثناء إن يكون في فعل بيبتدي المقطع منهم بس لا ينفصل، زي المقطع باي في شوية أفعال منه ما بتكونش بتنفصل. فدي حاجة يعني ناخدها بعين الاعتبار، بس ما بتحصلش كتير. دلوقتي عندنا سؤال تاني. Wie benutzt man diese Verben in einem Satz؟ دلوقتي جينا للسؤال الأهم وهو ازاي نستخدمهم جوه جملة. دلوقتي احنا عرفنا مقاطع وعرفنا تعريفهم ومنه نقول أفعال تنفصل أفعال لا تنفصل. أيوة، يعني ايه برضو تنفصل؟ تعالوا نشوف أمثلة. أولا قلنا إن في معادلة عندنا، وإن الفعل المركب المنفصل بيتكون من مقطع وفعل عادي. زي مثلا يشتري kaufen، نحط لها في الأول مقطع ein فتبقى einkaufen. يتسوق يعني بيروح مكان الشراء، يعني يروح سوبر ماركت مثلا ويقعد يختار حاجات كتير ويلف في السوبر ماركت أو في السوق وممكن ما يشتريش في الآخر، تسوق عموما. لكن kaufen يعني عملية الشراء، إنه يشتري حاجة. طيب لو عايزين نعمل جملة مثلا بتقول أمي تتسوق كل يوم جمعة، هتبقى كالآتي: Meine Mutter kauft jeden Freitag ein. Meine Mutter kauft jeden Freitag ein. طبعا لاحظنا كل اللي حصل. أولا الفعل اللي اتضاف عليه المقطع جه رقم 2 في الجملة مكانه عادي جدا جدا. kaufen اللي هو يشتري جه مكانه meine Mutter kauft، اتصرف مع meine Mutter، جه رقم 2 في الجملة. طب المقطع المضاف عليه جه فين؟ جه في آخر الجملة لوحده اللي هو ein، رميناه في الآخر meine Mutter kauft jeden Freitag ein. ودي كده طريقة الفعل المنفصل، إن الأصل بتاع الفعل بيجي في مكانه في الجملة يعني رقم 2، والمقطع اللي بيغير المعنى اللي هو خلى المعنى من يشتري ليتسوق جه في الآخر لوحده في نهاية الجملة.
Noch ein Beispiel, كمان مثال تاني. Was machen wir, wenn wir mit dem Verb selbst fragen möchte؟ في المثال هنا هنعرف إجابة سؤال. هنعمل إيه لما نكون عايزين نسأل بالفعل نفسه؟ ماذا نفعل عندما نريد أن نسأل بالفعل نفسه؟ يعني هسأل بالفعل، هبتدي بالفعل. طيب عايزين نقول هل أصطحبك أو هل تأتي معي إلى السينما؟ يعني أخدك معايا للسينما. عندنا فعل mitkommen بمعنى يأتي مع أو يرافق، فهتبقى الجملة كالآتي: Kommst du ins Kino mit؟ Kommst du ins Kino mit؟ هل ستأتي معي إلى السينما؟ هل أرافقك؟ هل سترافقني؟ هل سأصطحبك؟ هل ستأتي معي؟ طيب هنا إيه اللي حصل لما جينا نسأل بالفعل؟ نفس كل حاجة. أولا بدأنا بأصل الفعل عادي جدا. لما بنيجي بنسأل بفعل مثلا كومن بيجي في أول الجملة وتصرف مع الضمير، فعندنا كومن سألنا بيه، وبعدين المقطع المضاف عليه اللي هو ميت، واللي بيخلي الفعل معنى الفعل من كومن اللي هو يأتي لتبقى يأتي مع أو يصطحب أو يرافق. ميت جت في آخر الجملة لوحدها فبقت kommst du ins Kino mit، لكن الفعل على بعضه ميت كومن. Noch ein Beispiel. Was machen wir, wenn es Negation gibt؟ دلوقتي هنشوف مثال كمان تحت سؤال: هنعمل ايه لو في نفي للجملة؟ في نفي في الجملة، هنحط النفي فين ولا هنعمل ايه؟ يعني مثلا لو عايزين نقول انا لا افتح الشباك مساء بسبب البرودة. اولا الفعل يفتح بمعنى aufmachen، فهتبقى ich mache das Fenster am Abend wegen der Kälte nicht auf. Ich mache das Fenster am Abend wegen der Kälte nicht auf. لا أفتح النافذة في المساء بسبب البرودة. طيب إيه اللي حصل؟ أولا machen الفعل الأساسي جه في مكانه رقم 2 ومتصرف مع الضمير زي العادي، قلنا ich mache. ثانيا كلمة النفي nicht في العادي بتيجي في آخر الجملة لوحدها عشان تنفيها كلها. لما بنيجي ننفي جملة كاملة بنجيب نيشت في الآخر، لكن هي هنا جت قبل الآخر. تمام. وفي الآخر بقى عشان المقطع بتاع الفعل في حالات الأفعال المنفصلة اللي زي كده لازم تيجي في الآخر خالص بعد كل حاجة أوف، عشان كده جبنا نيشت قبلها. فبقى الترتيب كالآتي: الفعل في مكان رقم 2، نيشت قبل الآخر عشان في الآخر حطينا المقطع بتاع الفعل أوف، فبقت ich mache das Fenster am Abend wegen der Kälte nicht auf. يبقى كده الترتيب بتاع كلمة النفي في جملة الفعل المنفصل بتيجي قبل الآخر على طول، لأن الآخر هو المقطع المنفصل من الفعل. Noch ein Beispiel. Was, wenn wir mit einem trennbaren Verb einen Imperativsatz machen wollen؟ كمان مثال هنجاوب فيه المرة دي على سؤال: طب لو عاوزين نعمل جملة بفعل أمر أو جملة أمر يعني بفعل منفصل هتبقى إزاي؟ يعني عايز أعمل جملة بفعل أمر، طبعا عارفين إن الفعل الأمر بيجي في أول الجملة خالص. طب عايزين نقول لا تستسلم أبدا، ما تستسلمش. أولا فعل يستسلم aufgeben، فالجملة هتبقى gib niemals auf، gib niemals auf، ما تستسلمش. طيب دلوقتي ايه اللي حصل؟ اولا في جملة الامر طبعا بنبدأ بالفعل على طول، فبدأنا بأصل الفعل على طول، وعارفين اكيد ان جمل الامر ليها تصريفات خاصة بيها، فصرفنا الجزء الاصل من الفعل عادي جدا. يعني مثلا جيبن تصريفها في الامر جيب مع الفعل المفرد المخاطب، وده معنى يعطي،
فلما حطينا auf مع geben وبقت aufgeben هتبقى aufgib مع المفرد المخاطب، وده بمعنى استسلم، انا بأمر حد انه يستسلم aufgib. ولكن طبعا بدأنا فقط بالأصل اللي هو جيب، وحطينا المقطع اللي هو auf في الآخر خالص، فبقت gib niemals auf. gib niemals auf. Noch ein Beispiel. Wann können wir das trennbare Verb in einem Satz nicht trennbar؟ مثال كمان وهنجاوب فيه على سؤال مهم قوي. متى نستطيع أن نرى الفعل المنفصل في جملة غير منفصل؟ يعني هل ممكن تحصل ويجي أي فعل من الأفعال دي على بعضه كده من غير ما ينفصل؟ الإجابة إنه ينفع إن كل الأفعال تيجي على بعضها كده في الجملة، لكن في حالة واحدة بس، وهو إن يكون في الجملة ما يسمى ب modal verben اللي هما möchten وwollen وsollen dürfen وmüssen. وفي الحالة دي دايما الفعل يجي على بعضه في الآخر ومن غير أي تصريف. طيب تعالوا نشوف لو عايزين نقول مثلا هل مسموح لي أن أقترح شيئا؟ يعني ممكن أقترح حاجة. أولا فعل معنى يقترح هو vorschlagen. فلما أجي أعمل جملة هقول darf ich etwas vorschlagen؟ هل يمكنني اقتراح شيء ما؟ darf ich etwas vorschlagen؟ أولا بدأنا بالمودال فيرب اللي هو dürfen واللي بمعنى يسمح، وبعد كده جبنا الفعل المنفصل على بعضه في نهاية الجملة وبدون أي تصريف، يعني في الانفينيتيف vorschlagen، فقلنا darf ich etwas vorschlagen؟ Noch ein Beispiel. Was für diese Verben imperfekt؟ دلوقتي كمان مثال هنشوف فيه ازاي الأفعال دي بتيجي في الماضي التام أو زمن البرفكت. أولا عادي جدا بعض الأفعال دي بياخد haben كفعل مساعد، زي einkaufen بمعنى يتسوق، anrufen بمعنى يتصل، mitnehmen بمعنى يأخذ معه. أو ممكن يجي معها فعل مساعد زي mitkommen إن ياخد معاه شخص، abfahren إن ينطلق أو يتحرك، spazieren زي يتنزه. طيب دلوقتي هناخد فعل anrufen يتصل، واللي احنا قلنا ان بياخد معاه فعل مساعد haben. في العادي بنحفظ كل فعل بالتصريف بتاعه في البرفكت، كذلك هي نفس الفكرة بنحفظ التصريفات، إلا إن كل الأفعال المنفصلة ودي قاعدة عامة بيجي ما بين المقطع وبين الفعل كلمة جي. يعني anrufen لما نيجي نخليها في الماضي هنقول angerufen يتصل. mitnehmen هتبقى mitgenommen جبنا جي ما بين المقطع وبين الفعل. يبقى احنا هنحفظ التصريفات، عشان مثلا هنا كان في نومن غوفن ممكن تكون بتنتهي ب ان او تي، لكن الاصل ان دايما هيكون في جي ما بين المقطع والفعل. يعني باختلاف النهايات لازم يكون المقطع ده في النص والفعل بيجي على بعضه دايما في اخر الجملة بالشكل ده. فمثلا هنقول نمرة 1 ich habe dich mehrmals angerufen. Ich habe dich mehrmals angerufen. اتصلت بك عدة مرات والفعل هو على بعضه angerufen زي ما احنا حافظينه تمام. Ist der Zug pünktlich angekommen؟ Ist der Zug pünktlich angekommen؟ يعني هل وصل القطار في الوقت المحدد؟ Nummer 3 رقم 3 Ich habe deine Familie zum Mittagessen eingeladen. Ich habe deine Familie
zum Mittagessen eingeladen. دعوت عائلتك لتناول الغداء. فعل eingeladen يعني يدعو. طيب دلوقتي هنتكلم عن النيشت trennbare Verben، يعني الأفعال الغير قابلة للانفصال، ودي تاني نوع. Sie sind Verben, die Silben am Anfang haben, aber sie sind immer nicht trennbar. Diese Silben geben die Verben auch ganz andere Bedeutungen. دلوقتي نبتدي نتكلم عن النوع التاني من الأفعال، وهو الأفعال التي لا تقبل الانفصال، يعني فيها مقطع في الأول لكن مش بينفصل عن الفعل، وكمان المقاطع دي برضو بتغير معنى الفعل خالص. Aber was sind diese Silben, die nicht trennbar sind؟ دلوقتي ممكن نشوف ايه المقاطع اللي أول ما نشوفها نعرف ان دي مش بتنفصل. ب امب ميس فير sehr ent ge er hinter über unter. وزي ما قلنا عن كيفية الحفظ فوق، لازم نحفظهم ونعرفهم كويس قوي، او ممكن نحفظ دول بس اللي هما ما بينفصلوش بس الصغيرين دول، واي حاجة غيرهم هتبقى بتنفصل. دلوقتي ممكن نشوف شوية أمثلة. نمرة 1 kaufen plus fair تبقى verkaufen. فعل kaufen فعل يشتري، لما نحط له المقطع fair بتبقى verkaufen يعني يبيع. verkaufen. مثال ich verkaufe gebrauchte Handys. ich verkaufe gebrauchte Handys. أبيع الهواتف المحمولة المستعملة. نمرة 2 فعل kommen و end بيعمل لي end kommen. فعل kommen بمعنى يأتي، لما نحط له المقطع end تبقى end kommen بمعنى يهرب. end kommen. مثال der Täter entkommt und er ist auf die Flucht bis jetzt. Der Täter entkommt und er ist auf die Flucht bis jetzt. الجاني يهرب وهو هاربا حتى الآن. نمرة 3 فعل zahlen نحط له ب تبقى bezahlen. فعل يسدد فواتير وكده، لما نحط له المقطع ب تبقى bezahlen يعني يدفع فلوس لشيء معين مش يسدد عموما. مثال für das Essen habe ich 20 Euro bezahlt. Für das Essen habe ich 20 Euro bezahlt. يعني لقد دفعت 20 يورو مقابل الوجبة. طيب ايه الملحوظات دلوقتي اللي شفناها؟ اولا انهم شبه الافعال العادية بالظبط، بيتصرفوا عادي ومش بينفصلوا ولا اي حاجة. ثانيا انهم حتى في الماضي البيرفكت ما جاش ما بين الفعل الاصلي والمقطع اي حاجة تفصلهم، ودي كمان قاعدة عامة ان اي فعل لا ينفصل في الماضي كمان لا ينفصل. يعني verkaufen هتبقى verkauft في الماضي يبيع. zerlassen تبقى zerlassen برضو عذاب. entkommen تبقى entkommen برضو يعني هربة. bezahlen تبقى bezahlt برضو يعني يدفع. unterstützen تبقى unterstützt، حتى لو اتغيرت في آخرها، مفيش حاجة بتيجي ما بين المقطع والفعل. دلوقتي نكون خلصنا، وأتمنى يكون كل شيء كان واضح، ولو في أي أسئلة اكتبوها في الكومنتات، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك للفيديو
عشان يوصل لكم كل جديد. تشوس.